عليكم بنات. البنات اللي طلبوا مني نشارك معاهم هذاك الشكل ديال القرقاعه. اول شيء كتحاولي تشري القرقاع هكا، ملي تمشي عند الهري قول له بغيت نصاص. اوكي، انا غادي نقسم داك النص على جوج، غير هو يكون هذا الكبير. ملي كيكون عندنا الطرف صغير ما كنحتاجوش نقسموه بحال هكا. اوكي، ها انتم البنات. خلاص العقده ديال اللوز راها باينه، العقده ديال كاب غزال والعجينه ديال كاب غزال راني ديجا شاركتها معكم مرارا. صافي، المهم الا بغيتو نحطو لكم عاوتاني في نولي نحط لكم العجينه والعقده، نولي نحطها لكم ان شاء الله في المطبخ. اوكي، هانتوما المهم غنقطع هاد الكركاع كامل ونكمل معكم ان شاء الله تعالى. هانتوما البنات العقده ديال اللوز بعد ما كندير لها المسكه والزهر والزبده، وبغيتو تنكوها حتى بالقشور ديال الليمون ولا القشور ديال الحامض كيبقى لكم الاختيار. المهم كان اللي بغيتو، انا ديما كنقول لكم كنكتفي بمسكه حره. اوكي، يلا غادي نجيب العجينه ونبدا معكم التفاصيل. بالنسبه للعجينه البنات راه عندي في الثلاجه، العقده حتى هي راه بايته عندي في الثلاجه باش ماشي جديده، ولكن ماشي مشكل، راه بالعكس كل ما العجينه كانت في الثلاجه غير ما طوليش. اما ولا بيتي الا كنتي ما تخدميهاش مثلا غديه ديرها في الفريغو، لكن في الثلاجه راه مزيانه كتزيد تشد راسها. بايته عندي في الثلاجه العقده حتى هي. اوكي، الصداع سمحوا لي كنت غير قياس البنات. هانتوما كندوزو في الجراره البنات ولا كتخدميه رقيق. صافي، بغيتي تطلقيه بالدلاك حتى يولي رقيق شغلك هذاك. المهم انا كندوزو في الجراره، القياس اللي كنخدمو فيه كرغزال. صافي، هانتوما واضح. هذا غير الكركاع، درت واحد الكركاع. يلا هو طلع، الله يرحم والديك. عندي ما ندير. هانتوما البنات كنكونوا كنلويو هكا. شوفوا هانتوما انا ما كنلويش باش نرقق هاد الباكيط، لا، غير كنبقى معاه هكا غير باش كتصمت لي مزيان العجينه. هانتوما حتى الا بانت لي بدات تترقق كنولي نجمعها بهذه الطريقه هكا كتولي تغلط شويه. صافي، المهم القياس اللي انا بغيت غنمشي عليه. المهم خصني هاد العجينه هادي قطعت دوك الطريفات اللي كانوا دازو في الجنب ديال الماكينه. هانتوما هاد البلايصات هادو ما بقاوش ولاو لون واحد. هانتوما صافي، غادي نبداو ان شاء الله في التشكيله ان شاء الله تعالى. صافي، شوفوا البنات هانتوما هادي ديرها هكا. شوفوا معايا هكا. واضحه البنات. هانتوما سمحوا لي على الصداع، ديما راكم عارفين الشريح، طرع الشريح هي هادي. هانتوما صافي، غنحتاجو دابا النقاش غنقشوها ان شاء الله تعالى. شوفوا معايا مايل هكا. واللي بغات ديرها كويوره هكا وعاد تخدمها بهذه الطريقه بحال بحال كتعطي نفس النتيجه، غير انا هذه الطريقه كتجيني عمليه. اوكي، هانتي النقاش عضي ما تخافيش، عضي باين بعدا. هنا عندي بيض البيضه البنات، بيض بيضه هو ضروري هكا. البرد يديا جامدين، استغفر الله. هانتوما تبركوش بزاف باش ما تتحلش. هاي شوفوا معايا
كنحاولوا تقادوا هاد القاعده هكا باش ملي يكون كيطيب ما يعوجش. هذه تقاده البنات ملي تكوني كتخدمي قاديها هكا. هانتوما واضح هكا كيجي. المهم البنات طاب معنا هاد الشكل. بالنسبه للناباج البنات خاصو يسخن، اوكي، خاصو يكون سخون هكا، يسخن كامل، ما تزيدوا له حتى حاجه. ها انتم البخار طالع معاه. علاش؟ باش ملي ندهنوا الحليوه يجمد عليها، فهمتوا؟ كدهني انت دهنه خفيفه ولكن هو راه كيجمد عليها ملي كدهني به هو سخون. اوكي، الطريقه راه كلشي عارفه، ومعليش كاين اللي باغيش دقه دقه، ها حنا معاه دقه دقه صافي. ها انتم البنات هادو. واحد الحاجه البنات، ناباج راه كيرطب الحلوه ديال اللوز، راه هو اللي كيرطبها، وما تردوهش للفران. كاين الناس اللي كيقول لك دهنيه ورجعيه للفران باش ينشف، لا راه بالعكس هو اللي كيرطب لنا الحلوه ديال اللوز، خصوصا الا تحمرت معنا بزاف. هي الحلوه د اللوز ما خصهاش تكون محمره بزايد، وما خصهاش تكون عاوتاني بيضه، لان كتكون بيضه خصوصا في البرد. في البرد راه خاص الحلوه د اللوز طيب. صافي يلا، الله يسخر، الله معكم، خليتكم على خير. واحد الحاجه بغيتي ديريها هكا ديريها، بغيتي ديري لها الكويغيط بحال هاد الطريقه، لا كاين الاختيار. صافي بنات، بعد ما كطيب معنا هاد الحليوه، بالنسبه لطريقه الطياب، فران فوق والتحت، المروحه خدامه النيت باش كتعطينا هاد اللويل، كتجي لون واحد. اوكي، بعد ما طابت دهنتها بالناباج. هانتوما كيعطينا هاد المعا. بالنسبه للناباج باش يشد عليها خاص يكون سخون، كتسخنيه. هانتوما البنات صافي. البنات اللي طلبوا مني ننزل لهم هاد الشكل، انا صورت لكم البنات بالصحه والراحه.